ايه يا ابو صلاح، انت مش ناوي تيجي تلعب معانا بقى في السيتي في كاس العالم للانديه زي حكم مرموش؟ بس السيتي واقع يا كابتن، وطلع من بطولة أوروبا وما بيلعبش على الدوري. وبعدين أنا مركز مع النادي دلوقتي عشان ناخد بطولة الدوري وناخد بطولة أوروبا عشان أفوز بالبالون دور. ماشي، بس النادي بتاعك مش هيجدد لك بعد ما الموسم ما يخلص. وبعدين لو كانوا عايزين يجددوا لك كانوا جددوا لك فتره كبيره، زي مثلا هالاند. شوف النادي عندنا جدد لهالاند كام سنه، 10 سنين مره واحده. مش انت كل شويه يجدد لك سنه في سنه في سنه وقبل ما يطلع معاك. وبعدين انت هتلعب مع اخوك مرموش، واللي بيجي عندنا بينافس على جميع البطولات. ولو عايزنا امشي لك هالاند وامشي لك الواد سيلفا عشانك يا ابو صلاح امشيهم. لا يا كابتن، أنا مش بحب أقطع عيش حد، بس أنا ليا طلب لو أنا جيت السيتي. ايه هي طلباتك يا نجم؟ أنا عايز هالاند يفضل قاعد على الدكة زي نونيس كده، ينزل آخر ربع ساعة يسجل له جون. بس أنا بعمل أسيستات كتير، لو عملت الأسيستات دي كلها لهالاند، هالاند هيسجلها جون وهو هيبقى هداف الفريق وأنا مش هبقى الهداف. مش الدرجات دي يعني يا صلاح. وبعدين هالاند مهاجم مش جناح زيك. وبعدين كل جون بيجي بيتحسب لك المساهمة فيه. وبعدين لو الواد هالاند مضايقك ما تقلقش، تخلي الفرقة كلها تخدم عليه ويبصوا لك عشان تسجل اجوان، وهتلاقي عندنا كل حاجة موجودة. وانا رحت فين يا كابتن؟ ده صلاح ده ابن عمي وهيتوصى عليا في الاسيستات ونسجل سوا جوان. اخرس ياض خالص بدل ما ارجعك المانيا التاني. مش عارف تسجل جون في باريس ولا في ريال ولا حتى في الليفر. انا مالي يا كابتن؟ وبعدين انا مش بيجيلي كور كتير، وبعدين انا جاي الاقي الفرقه واقعه بقالها فتره عماله تخسر 3 ماتشات. اتعلم من اخوك صلاح. شوف صلاح بيعمل ايه. صلاح هو اللي شايل الفرقه وبيجيب كل ماتش الاجوان والاسيستات. لو صلاح مش موجود في الليفر زمانه دلوقتي هيبقى مركز سابع او تامن وهيخرج من المنافسه. عشان كده صلاح لازم يجي معانا في بطوله كاس العالم للانديه عشان ناخد البطوله دي. خلاص يا كابتن، أنا خلاص بس ناخد الدوري وإن شاء الله أجي معاكم عشان ألعب في كأس العالم للأندية. وأنت يا مرموش اسمع كلام عمك جوارديولا بدل ما يخليك قاعد على الدكة زي هالاند.